نبلش يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونون بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح أسوي وياكم صمون كهربائي حسب طلب أحد المتابعين. طبعا مثل ما شفتوا بداية الفيديو شكل الصمون والهشة مالته. تعالوا نجهز أنا وياكم مكونات بسيطة ومتوفرة بكل منزل. المكونات: أول شي نحتاج قلاص حليب، ومن بعدين نخلي عليه خاشوقة خميرة، خاشوقة شكر. بعدها نبدأ نخلط مكونات سوا، من بعدها نخليه يختمر لمدة 5 دقايق. بعد ما يختمر 5 دقايق أخلي عليه 4 خواشيق دهن. بعدها نخلي خاشوقة شاي ملح. بعدها نخلط المكونات كل زين، وبعدها نحط الطحين. طبعا للطحين أنا استخدمت كيلو واحد طحين. هاي المكونات اللي حطيناهن ينفع نحط عليهن كيلو طحين. من بعدها نبدأ نعجن بالمكونات. بعد ما عجن المكونات أخلي غلاس ماي، ومن بعدها أبدأ أعجن بالمكونات. طبعا حبايب إذا العجينة شفتوها بعد ما تماسكة عاد تقدرون تخلون بعد ماي عليها حد ما تتماسك وياكم العجينة. وبعد ما نعجنها العجينة وتخلص وتصير عندنا بهذا الشكل متماسكة، وهذا هو أبدأ ألمن بيها بهذا الشكل. بهاي الطريقة أبدأ ألمن بيها، ومن بعدها أدهنها بدهن من فوق وبوجيها أدهنها وأخليها تختمر. بعد الاختمار تاخذ منعتكم نص ساعة. نص ساعة خليها تختمر على راحتها. رجعنا لكم بعد نص ساعة وهذا شكل هي بالاختمار. بعد ما تختمر حبايب قلب عندنا العجينة وهذا الشكل أبدي أشكل بيها. طبعا راح أشكل بيها نفس الدهامي، يعني دهامي صغار أسوين مساويات مثل ما تشوفون بالفيديو. حبايب قلبي لا تنسوني باللايك والاشتراك والتعليق الحلو. طبعا ما اعطيتولي لايك ما الفيديو ساعد وشافوه ناس أكثر وأكثر. أتمنى الدعم من عندكم. أتمنى قناتي توصل وتصعد 100,000 مشترك. هذا شكل العجينة بعد ما دهميتها بهذا الشكل. طبعا أخليها ترتاح بعد ما أدهميها، خليها ترتاح شوية وبعدين أبدأ أشكل بيها. طبعا كل اللي نحتاجه هي نفرد العجينة بهذا الشكل. بعد ما نفردها بهذا الشكل نسويها على الشكل أبدأ ألفن بيها مثل ما جاي يشوفون بالفيديو. ألف بيها والحواشي حيل أسدنهن بيدي. طبعا شنو حابين الفيديو الجاي يكون؟ اكتبولي بالتعليقات، يعني شنو تحبون أنزلكم فيديوهات جديدة أو فيديوهات متنوعة ومختلفة مثل فلوقات، طبخ، تنظيف، روتين. شنو تحبون؟ كتبولي بالتعليقات. إن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون حسب طلب أحد المتابعين. طبعا حبايب قلبي أتمنى تفاعلكم وياي هاي الفترة ودعمكم باللايك لي، لأن تفاعل كلش نازل ماكو لا تفاعل هواي ولا شي. تفاعل يوم عن يوم جاي ينزل بدل ما يصعد. أتمنى دعمكم إلي باللايك وشاركوا قناتي للأصدقاء للأقارب. أتمنى تشاركونها وتساعدونها يا أحلى متابعين. هذا الشكل النهائي للصمون مثل ما تشوفون. طبعا سويت نوعين، نوع أول شي دوائر والثاني هو الصمون الأطوال الكهربائي. بعد ما خلصنا من التشكيلة أخليه يختمرن بالصيني قبل لا أدخلن للأوفن. أقطين ببصلة وأخليه يختمرن. بعد شكلهن بعد ما اختمرن عندي قبل لا أدخلهن للأوفن. طبعا حبايب قبل لا أدخلهن للأوفن للوجه خلوا حليب وماي خبطوه سوا ودهن الوجه. بعدها خلوا سمسم أو حبة البركة شو متوفرت. متوفرة عندي سمسم حبة البركة خلطته سوا وخليته. هذا شكلهن النهائي. هذا شكل النهائي بعد ما طلعت من الأوفن. شوفوا الشكل والاستواء طبعا فشي خرافي ولا أروع. كان هاي أول مرة أجرب وحبيت أجربه أنا وياكم. شوفوا بنات الهشية وشوفوا حتى الجو. وإذا جربت الطريقة تتقول التعليقات. طبعا أتمنى الفيديو يعجبكم وينال إعجابكم. حبايب قلبي أنا مبتدئة باليوتيوب، يعني ما عندي ديك الشهرة العالية أو المشاهدات العالية مثل بعض اليوتيوبريات التي مثل سمسم كيك أو بان أو بنين أو أسرع ملاك.
طبعا طلبت الدعم أكثر من وحدة من السوي دعم وما قبلت، لأني طلبة المبلغ عادي، فمثل ما قلتلكم أنا جديدة على اليوتيوب، يعني بعد ما أعرف هاي المشاهدات أو اللايفات أو يتشي أجيت دعم تطلب مني مبلغ كلش عالي، خاصة سمسم كيك توصلت بيها ما قبلت تسوي، قلي يا مزوج رحت يزوج شي قلة بعد يعني يطلبون فوق 500 أو 600 ألف على مو شنو بس الشيني قد على المبتدئ، يعني ما نسوي فيديو تركب لا، قد ما شيني بس على المبتدئ يعني ساعة أو ساعتين وتنزلني، طبعا مبلغ كلش هواي كلش عالي، فأتمنى الدعم من عندكم يا حبايب قلبي، أتمنى انتم تدعموني وانتم اللي تساعدوني وانتم اللي توصلوني بفضلكم، ما أريد فضل واحد أو منة واحد توصل بي أو تطلبون مبالغ كلش هواي ومبالغ بيه. أتمنى الدعم من عندكم، أتمنى تدعموني باللايك والاشتراك والتعليق حلو وتساعدون قناتي، راح أكون ممنونة عندكم طول عمري. هنا بعد ما جهزنا السمون وياكم جيت أسوي وياكم العشاء راح أسوي مثل ما تشوفون بديت أقلل الباذنجان. حبايب أريد أتعرف عليكم، يعني أريد تكتبوا لي بالتعليقات انتم من وين، يعني من يا محافظة جاي تتابعوني، يعني ايش قد أعماركم اللي جاي يتابعون سب قناتي، فيديوهاتي قاعد تعجبكم لو لا. قولولي شو وقت تخلصون امتحانات، يعني اليوم شنو امتحنتوا شنو عرفتوا، منو طلع إعفاء منو ما طلع، منو تكتبون بالتعليقات، أنا حابة أتعرف عليكم كلش هواي. مثل ما تشوفون خدرت شاي للعشاء، أتمنى تشاهدون فيديوهاتي للأخير، محددنا أنا وأقولكم بعد السلامة، مشاهدة ممتعة للفيديو، أتمنى يعجبكم وينال إعجابكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك والتعليق الحلو، أتمنى دعمكم لي، أشوفكم فيديو جديد بعد السلامة.